ما كناش بنخاف من سجون حسني مبارك، وما كناش بنخاف من سجون محمد مرسي، وما كناش بنخاف من سجون طنطاوي. احنا بنبدأ دلوقتي وبنقول مرة تانية والسيسي هيبدأ حكمه بعد ايام. احنا مش بنخاف من السيسي، احنا مكملين ومفيش حاجة هتوقفنا عن حلمنا، لا السجن ولا الموت. يا عم لا في اللحظة دي في المكان ده بالذات كانت مهنور طول الوقت معاكم، ومهنور معانا وهتخرج معانا. في اللحظة دي مهنور في السجن، وبكرة في قضية الشورى فيها أكتر من 24 شاب احتمال ما يرجعوش بيوتهم. كل يوم في سجون مفتوحة، شباب في السويس وبنات في المنصورة، وكل حتة فيها سجون. البلد كلها اتحولت لسجن كبير. احنا حدث. طب انا جاي بنقول من دلوقتي ان السجن مش اخر الرحلة، بالعكس احنا عارفين كويس ارجع مايكاتك ورا واحط قدام الكام عشان انا اطول منك. مهنور وقضيتهم وشباب اسكندريه وقبلهم الاف من المعتقلين. عبد الله الشامي بقاله اكتر من 120 يوم مطلب على الطعام. تعال انت بص. وغيره. في الحقيقه الوضع صعب جدا، بس الاصعب ان احنا حتى ما نقولش راينا وما نقولش كلمتنا في اللي بيحصل.